السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 2؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنبدأ نشرح ليسون 2 من كتاب المعاصر، كتاب الديسكفر جريد 2 سكند ترم 2026. هنبدأ نشرح ليسون 2 من شابتر 3. طبعا الليسون ده بيتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ The Nile Aquatic Ecosystem. نايل يعني نهر النيل، aquatic يعني المية او البيئة المائية، ecosystem يعني النظام البيئي. طيب، يبقى احنا الدرس بتاعنا هيكلمني عن نوع من انواع الايكو سيستم، النظام البيئي. يعني ايه كلمه ايكو سيستم؟ ايكو سيستم يا ولاد يعني مكان بيعيش فيه living organism، كائنات حيه، وبتستفاد من non living، بتستفاد من اشياء غير حيه. يعني انا living organism عايشه في مكان معين، صح؟ انا كائن حي، باكل وبشرب وبتنفس وعايشه في كل الحاجات دي، بنقول عليها نون ليفنج. يعني الهواء اللي انا الهواء ده نون ليفنج، الووتر الماء اللي انا بشربها نون ليفنج. اذا انا ليفنج اورجانيزم وبستفاد من نون ليفنج. تمام، يبقى انا عايشه في ايكو سيستم. يعني الديزرت ايكو سيستم، الصحراء ايكو سيستم، لان فيها ليفنج ونون ليفنج، اشياء حيه او كائنات حيه واشياء غير حيه. قال لي بقى ان النايل ريفر او النايل عموما، الانهار يعني، دي تعتبر ايكو سيستم، نظم بيئيه. هتقول لي ليه؟ هو النهر عايش فيه ليفنج اورجانيزم؟ هقول لك تمام. انت عارف ان الانهار او الووتر عموما بيعيش فيها فيش، اسماك وحاجات تانية كتير، والاسماك دي بتعيش في الووتر، فالووتر ده نون ليفنج. اذا سمكه بتستفاد من الميه، يبقى هي المكان اللي عايشه فيه وبتستفاد منه، بنقول عليه ايكو سيستم. طيب، كلمه اكوا يعني ووتر، اكوا يعني ووتر، في حتى ازازه في عبوات ميه اسمها اكوا. اكوا كلمه اكواتيك يعني مائي، في ميه، يعني مكان فيه ميه. يبقى احنا هنتكلم على النايل اكواتيك ايكو سيستم، النظام البيئي المائي. طيب، هنا activity number 1 بيقول ايه؟ read the following dialogue. هنقرأ المحادثة دي then answer the question. هنا في مقابلة ما بين شخص وانترفيور. كلمة انترفيور يعني المذيع، انترفيور يعني المذيع. فالمذيع بيقول ايه؟ good evening our great audience, today we will meet a very special guest who is an aquatic biologist. Hi Dr. Sarah, welcome to our program. طيب، يبقى الانترفيور المقدمة بتقول ايه؟ good evening يعني مساء الخير. our great audience مستمعين الكرام. كلمة audience يعني الناس اللي بتتفرج على البرنامج، audience يعني المستمع. طيب، today we will meet a very special guest. today يعني النهارده، we will meet هنقابل special guest يعني ضيف مميز. لان الضيف ده شغال في الايه؟ في الاكوات، او يعتبر اكواتيك بيولوجيست، يعني خبير في علم الاحياء المائيه، في علم الاسماك يعني. طيب، هاي دكتور سارة، تمام، ويلكم تو اور بروجرام. فبترحب طبعا بدكتور سارة وبتقول لها ويلكم تو اور بروجرام، يعني اهلا بيكي في البرنامج بتاعنا. دكتور سارة ثانك يو، فقالت لها شكرا لك. فالانترفيور المذيعة هتبدأ تقول ايه؟ دكتور سارة could you tell us what does aquatic biologist mean؟ يعني ما معنى كلمة aquatic biologist؟ يعني ايه كلمة aquatic biologist؟ تمام. فدكتور سارة هتقول لها ايه؟ first of all، قبل اي حاجه، كلمه aquatic كلمه aquatic مائي is anything related to water، اي حاجه خاصه بالميه فبنقول عليها aquatic. such as زي مثلا الانيمالز والبلانت، النباتات والحيوانات which live in water او near water، اي حاجه عايشه في الميه او قريبه من الميه بنقول عليها aquatic. يبقى اول حاجه كلمه aquatic anything related to water، اي حاجه قريبه من الميه او عايشه في قلب الميه، سواء كان animals او plant هنقول عليها aquatic. طيب، بعد كده بقى aquatic biologist. كلمه biologist ده عباره عن scientist، عالم، هو study بيدرس الانيمالز والبلانت اللي موجوده في قلب الووتر. يبقى الساينتست العالم اللي بيدرس الفيش، الاسماك مثلا اللي عايشه في الميه، بنقول عليه بيولوجيست. يبقى الاكواتيك بيولوجيست ده عالم بيدرس اي حاجه او اي كائن حي عايش في قلب الايه؟ الووتر. تمام كده؟ تمام. فالانترفيور قالت لها ايه؟ it sounds interesting, would you like to share the audience an example of animal that you study؟ فطبعا المذيعه بتقول لها ايه؟ ده شيء ممتع جدا جدا. would you like to share، ممكن تشاركي الاودينس، مستمعينا او الناس اللي بتتفرج علينا، an example مثال لانيمالز، الحيوان you study انت درستيه وعايش في قلب الميه. فطبعا دكتور سارة هتقول ايه؟ nowadays I study tilapia fish.
that we eat. قالت لها انا بدرس التلابيا فيش. طيب التلابيا اللي هي سمك اللي عارفين اللي هو بنقول السمك بتاعنا اللي هو بولتي، السمك البولتي اللي بنصطاده من النيل، البولتي اللي احنا بنشويه في البيت ده وبنقليه. التلابيا فيش، التلابيا فيش ده نوع من انواع الفيش بتعيش في النايل ريفر، في نهر النيل. تمام. طيب فالانترفيور قالت لها ثانك يو دكتور فور يور تايم اند فور يور انفورميشن. شكرا على التايم وقتك والانفورميشن المعلومات اللي انت اديتيها لنا. تمام. طيب هنا بقول لي choose the correct answer. number 1 is base is anything related to water. ايه اي حاجة خاصة بالمية بنقول عليها ايه؟ aquatic. number 2 aquatic biologist is a scientist who studies animal and plant that live in or near water. تمام. يبقى الاكواتيك بيولوجيست ده عبارة عن scientist، عالم study بيدرس اي حاجة قريبة من الايه؟ من الووتر. طيب activity number 2 هنا بقول لي arrange the following words to know what ecosystem mean then draw a picture below of an aquatic ecosystem. هنا بقول لي arrange، رتب الكلمات دي بحيث تعمل نظام بيئي. تمام. تمام. طيب هنا هنبدأ نعمل aquatic ecosystem. هنرتبهم ازاي؟ اول حاجه بيقول ايه؟ that has living organisms، عندها كائنات حيه such as water and soil and air and also has non-living organisms any natural area such as plant and animal. تمام. طيب الايكو سيستم النظام البيئي، اول حاجه عشان اعرف الايكو سيستم any natural area اي منطقه طبيعيه، يبقى any natural area اي منطقه طبيعيه that has living organism عندها كائنات حيه such as زي البلانتس والانيمال، حاجات بتاكل وتشرب. and يبقى دي نمبر 3 and also has non-living things، وبرضو عندها اشياء غير حيه such as زي الووتر والسويل والاير. طيب اي حاجه بتاكل وتشرب وبتتنفس وبتمشي يبقى اسمهم living organism، كائنات حيه زي الهيومن والانيمال والبلانتس. اي حاجه ما بتاكلش وما بتشربش احنا بنستفاد منها بنقول عليها نون ليفنج، زي الاير، الهواء، الووتر. تمام. يبقى اي ايكو سيستم اي نظام بيئي فهو فيه ليفنج اورجانيزم اشياء حيه زي الانيمال والبلانتس والهيومن، ونون ليفنج اشياء غير حيه بنستفاد منها زي الووتر والسويل والاير. تمام كده يا ولاد؟ تمام. طيب خلينا نشوف activity number 3 match each animal to suitable character. هنوصل كل حيوان بالكاركترز، بالصفات اللي موجودة فيه. أول حاجة الأكواتيك تيرتل، السلحفاة المائية. طيب تفتكروا السلحفاة المائية عندها ايه؟ هتبقى هنوصلها باللي تحت. It lives in aquatic ecosystem. It lives in aquatic ecosystem. بتعيش في نظام بيئي مائي. It has hard shell. عندها hard shell يعني صدفة صلبة. It could be very big. ممكن تكون كبيرة قوي، يبقى عندها hard shell. shell يعني صدفة، يبقى عندها hard shell صدفة قوية. تمام. It could be very big وبتبقى كبيرة جدا جدا. طيب بعد كده الكروكودايل. الكروكودايل تمام. الكروكودايل ده يا ولاد هتبقى نمبر 1. It lives in the Nile river أو الريفر نايل، بيعيش في نهر النيل. It eats بياكل الفش والبيردز والفرج and other animal in the river. بياكل كل حاجة، بياكل فش أسماك، بياكل بيردز طيور، وفروجز يعني ضفدع، وأذر animal وحيوانات تانية موجودة في الريفرز. طيب هنيجي بعد كده للتالت واحد اللي هو السبيني ايل، اللي هو ثعبان البحر، الثعبان. تمام. ده عبارة عن ايه؟ قالك ده برضو نفس الفكرة. It live in the Nile river. بيعيش في نهر النيل. It look like a snake. عامل زي السنيك. It look like يعني يشبه السنيك، يشبه الثعبان. But it is a fish. لكن هو سمكة. احنا عارفين ان في سمك اسمه سمك الثعبان. تمام كده؟